طيب تعالوا اعرفكم على محمود ومحمد، اخين مجتهدين حطوا كل فلوسهم وامالهم واحلامهم في مطعم صغير يعملوا فيه اجمد مشويات، بس للاسف الشديد بعد ما فتحوا على طول الشارع كله اتقفل بسبب مشروع المترو. بس اللذيذ بقى ان هم ما يأسوش وقرروا يبيعوا اجمد مشويات في مصر بنص سعر اي مطعم تاني. يعني انت متخيل ان صينيه الميكس دي عباره عن ربع طرب مع ربع كفته وربع ستيك مع ربع شيش، ده غير الممبار والمحاشي والرز، والهيصه دي كلها سعرها 600 جنيه. بس الاجمد منها بقى يا صينيه الهيبه، ودي ب 1000 جنيه بس عباره عن فرخه مشويه مع نص كفته وثلاث حمامات محشيين مع نص ممبار ومحشي كتير والليله كبيره قوي يعني. فالشباب المجتهد دول هم اكتر ناس تستحق ان احنا نقف معاها ونوصل الفيديو ده لمصر كلها. فلكك وشارك بقى عشان الفيديو ده يلف في كل حته. وتعالى احكي لك على مطعم كبابجي المعلم اللي موجود في محمد نجيب جنب النفق على طول. خش اول حاجه على الستيك. الله. اللحمه حرفيا دايبه وبايشه، هي بقى لازم تاكل مع شويه الطحينه كده. حلو، الطحينه دي خطيره. نخش بقى على صباع الطرب، طب ده احلى من الكفته بمراحل. قنبله لحمه متحركه. تعال بقى نخش على الشيش، ما فيهاش لعب قوي وفي نفس الوقت فيها تتبيله. كمان ايه يعني، حتى عندهم ست بيت هي اللي بتعمل المحاشي دي، طعمها بيتي قوي. بص الملوخيه تقيله ازاي، الملوخيه تقيله قوي. الكومنت اللي قلت على المحشي دي يعني تحس انها بيتي جدا. يلا بينا بقى نخش على صينيه الهيبه. ويا جدعان دي الصينيه دي صينيه العالم. الفريك التتبيله بتاعته حلوه قوي، حلوه قوي. حته ان هي متحمره في سمنه دي او زبده. يلا بينا بقى نخش على الفرخه المشويه. ده كده نص فرخه نفسها ملحمه ونضيفه الصراحه من القلب مع شويه الخضار. دول احلى حاجه بتبقى في الفراخ بالنسبه لي.